ازيكم يا اهل اليوتيوب يا متابعين داليا وجودي. انا داليا وبنتي اسمها جودي، ودي قناتي. اتمنى ان انتوا تدعموني باللايك. الناس اللي كانوا متابعين فيديوهاتي قبل كده عارفين ان قطتي كيتي كانت حامل، واحنا وديناها للدكتور نطمن عليها وعملنا لها سونار وصورنا ده، والدكتور بيكشف عليها بس مصورناش وهي بتعمل سونار. المهم انا صورت لكم المره دي. رحنا مره تانية للدكتور، وإيه علشان كان المفروض في جرعه تطعيم كانت هتاخدها غير الجرعه الاولانيه. عملت سونار بس وخدت جرعه التطعيم بس مصورناهاش وهي بتعمل سونار. المره دي خدت جرعه التطعيم وصورناها وهي بتعمل سونار، بس احنا ما نزلناش الفيديو. فهي حاليا دلوقتي يعني الموضوع ده عدى عليه مثلا 10 ايام. كيتي دلوقتي ولدت الحمد لله، قامت بالسلامه، جابت ولدين زي السكر. الاول هوريكم وهي بتعمل سونار، شوفوا معانا وهي بتعمل سونار عند الدكتور، شكلها كيوت خالص وخايفه. بعد كده هوريكم ولدت فين وعملت ايه. عايزه اقول لكم خبيه عيالها في مكان محدش يتوقعه، لفينا الشقه كلها عليه مفيش. هي ولدت تحت ترابيزه التلفزيون، تمام. بعد ما ولدت تحت ترابيزه التلفزيون خلاص نمنا بقى وخلاص وطمنا عليها. هي اول بطن، فالقطط معروف اول بطن ما بتجيبش قطط كتير. هي جايبه بالظبط قطتين ولد، والاتنين يا خلصي سكر. واحد شكلها سكر وهي بتحبه قوي المفضل عندها، والتاني شبه باباه يا خلاصي ابيض في مشمشي سكر. بابا كان ابيض في مشمشي، يعني احنا كنا مودينا عند بتاع قطط عشان مش وديناه بتاع القطط، هو اللي جاب لنا قط في البيت في العيد. انا طبعا الظروف ما سمحتش ان انا اصور لكم القط لما جه. فالقط كان لونه ابيض في مشمشي، كان سكر قوي بس كان شقي قوي قوي، يا لهوي معفرط. كان بيطلع لي فوق المطبخ وبيتنطط لي على البوتاجاز، يا لهوي. جايب الراجل جايب لي قط معفرط، او هما تقريبا يعني جنس الصبيان كلهم معفرطين. سواء بقى قطط بني ادمين كلهم تحس كده ان هما ايه، الشقاوه وتنطيط. المهم يلا بينا عشان ما اطولش عليكم، اوريكم ولاد كيتي واوريكم المكان اللي محدش يتوقع ان هي تخبي في عيالها. احنا قمنا الصبح ندور على عيالها وندور عليها ما لقيناهاش. اللي فضحها صوت عيالها، يعني قطط صغننه هي ما قامت بقى من جنبهم وراحت عشان تعمل بيبي في الرمله بتاعتها. فصوت العيال نيو 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 طلع كده صغنن، هو ده اللي فضح. يلا عشان ما اطولش عليكم هوريكم كيتي وهي بنعمل لها سنار، وهوريكم عيالها وهنوريكم المكان الغير متوقع اللي هي مخبيه فيه عيالها. كيتي فايقالي ازاي دلوقتي؟ ايه ولا ايه؟ قلت دلوقتي مستبري. انا حاسه انك مش شايفه ايدين ورجلين. ولا انا شايفه، لا شايفت ايد تقريبا. برافو عليك. كده اسمع حلو. دكتور. انا شفت ايد برضه. حلو. عامل كده، انا شفت حاجه ايه. انا شفت برضه، شايفه صح. كل الكيس الاسود ده كيس جنيني. شايفه القلب، ضربات القلب شايفها؟ اللي بيدق ده ضربات شفت القلب. ده ضربات القلب. عايزه تصوري صور. انا بصور صوريها ولا بتصوري السونار؟ السونار هما الاثنين. هنا احنا كنا مكتفين كتير. مساعد الدكتور كان ماسك ايديها، وجودي كانت ماسكه رجليها، والدكتور كان بيمشي السونار على بطنها عشان نطمن على صحة القطط الصغننين اولادها. فكان لازم ان احنا نمسكهم عشان هي تفضل تمسكها كده عشان هي تقعد ساكتة، والدكتور بيعمل سونار. شايفين احنا باصين على الشاشة وبنشوف
العيال نشوف كام قط وكام قطة، والدكتور بيطمن على صحتهم، بيشوف نبضات القلب. بصراحة كانت تجربة لذيذة ومختلفة وحاجة جديدة عليا أنا وجودي. أنا أول مرة برضو أربي، أول مرة نتفرج على القطة كده وهي بيتعمل لها سونار. الحمد لله صحة الأولاد طلعوا تمام الحمد لله. كده المفروض تولد امتى؟ مش عرفني بقى، هي كانت في العيد تقريبا كده بقى لها شايف عنده حركة القلب ولا لأ؟ الحركة دي حركة القلب. الكرة السوداء دي كلها الكيس الجنيني، الرمادي ده القط، واللي بيتحرك جواه ده القلب. واضح؟ انا شايفه دماغ تقريبا. بتقع في نفسه كمان. مبسوطة انتي كده؟ طلعت حلوة مبسوطة؟ مش ههبد لك فيها كده مش خلاص. هتهبدي فيها خلاص؟ مش هعمل لها حافظة حاجة. عليها؟ بس انا مترخمش عليا، ملاقيش حد بيصحيني من النوم والنبي. عشان ما تقولك اكليني معاكي فراخ ولا لحم بقى تاكلي. شايفة ده العمود الفقري ولا لأ؟ حضرتك شايفاه؟ اللي هو فين؟ واللي هون شفتي؟ خط كده نقط بيضاء من فوق كده. ده ايه؟ ده العمود الفقري بتاع القط. ده العمود الفقري؟ بصي هو 1 2 3 تقريبا صح كده بعيد صح؟ احنا لحد دلوقتي شفنا 2. مين؟ فاحنا بنقول ان احنا مينيموم 2. احنا اللي يهمنا ايه؟ ان كل واحد نشوفه ان نبضه شغال عايش. انت تتاكد من نبض كل واحد طبعاً فيهم. دي اهم حاجه. كوتشي تخلص وتقوم تغض كده. بصي بتبصلك من طرف عينيها. شايفه بيتحرك ازاي؟ احنا ثابتين بالسونار هو اللي بيتحرك. لكم ما يبانش بنت ولا ولد كده. لا كده كتير بجد. احنا في البني ادمين بنشوفه بالعافيه يعني، ويبقى واحد، فهي كتر خيرها 3 4 بقى. الله يعينها. جوه بطن القزع دي جابتهم ازاي دي؟ ربك بقى، ربك خلاها تبقى حامل في 3 و4. كتير عيالك حبايبك مش هناخدهم والله، مش هناكلهم والله، حافظ لك عليهم. تاخدي شويه جودي كده كتير. ايه ده؟ طب وريني اشوفهم. طيب اشوفهم فين العيال؟ ايوه انت بلعتي العيال بتلحس فيهم كتير. طب اشوفهم. طيب ممكن اشوفهم، اشوف العيال. طيب يا خروشي والله العظيم ما هاجي عندهم، ما تخافيش. خلصي انت واخداهم كده ليه في حضنك؟ طب بعد اذنك انت ممكن، انا شايفه واحد تقريبا. ايوه ده سيبيها جودي، سيبيها جودي، سيبيها. يا خلصي هتيجي تاكلك دلوقتي عشان خدتي ابنها. في واحد تاني تستخبي يا هنا. بنتي سيبيه جودي مش هتسكت انا عارفه. يا خلصي على السكر. ايه دول يا كيتشي؟ عرس. عيالك عرس. بس يا جودي عيالك السكر. استنى شوف هتعمل ايه. استنى ما اشوفها تعالى. يتخانقوا مع بعض كده، بيضربوا بعض، يتخانقوا مع بعض. هيقع يا جودي، هيقع. هو مش شايفين لسه صغننين، مش شايفين قدام. بس حرام بقى، حرام سيبهم يا جودي، حرام. يا ماما كنت عايزه اكمل. سيبها. لا هي بس سيبها عيالها بقى، حرام عليكي. كتكوتشي. امال ليه القطه اللي بشوفها في الشارع لما باخد منها علبه بلاقيها طلعت تجري ورايا ولا اكني هبحهم؟ ما عشان دي في البيت يا جوجو، دي متربيين في البيت، فهي عارفه ايش احنا بناكلها ونخلي بالنا منهم كتير. انا مش عاجبني غير اللي طالع لونها ده. يا غلوزي ده لما يكبر على فكره هيبقى لونها التاني هيبقى لون باباه. يا غلوزي على السكر يا كيتشي. طب ما تاخدي هناك وتقعدي بره عشان انا عملتلك بوكس. بصوا يا جماعه، كيتشي ما لقيتش مكان تحطي فيه العيال غير في دولاب جودي. بصوا شايفين المنظر ده؟ دولاب جودي اهو، بصوا حطاهم في الدولاب. طبعا انا حاولت كتير ان انا اشيلهم بره الدولاب، بس هي كل شويه تجيبهم. استني يا جودي، انا عايزه ده. فانا قررت ان انا هفرش علشان خاطر ايه، ملايه كده، عشان خاطر ما توسخوش الدولاب من جوه، يبقى ريحته مش حلوه. بصي يا خلصي يا جوجو، حرام عليكي، انت كل شويه ماسكاهم ليه يا جوجو؟ تعالي اوعي بس كده. يا جوجو حرام عليكي، تعملي ايه؟ اعمل كده.
بصي امهم جايالك، بصي امهم على فكره لو شافتك، بصي امهم اهي، بصي تقولك عيالي. ده عيالي بقى. يا خلاصي على السكر، انت هتسيبيهم يطلعوا عليكي؟ لا جيجي حرام يا جيجي، هاتيهم مكانهم. يلا بصوا يا جماعه، يا خلاصي صغننين خالص 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 خالص. جودي مبهدلاهم كل شويه تمسكهم. بخلي لهم امهم يا جودي، امهم عايزه تدخل بس كده. عيالك اهم. بصوا يا جماعه، ده شبه ابوه. الصغنن ده استني شبه ابوه، وده شبه امه رمادي، هو شبه كيتشي. على فكره هما بنتين يا جماعه. بصوا ده كده شبه امه خالص اهو، شبهك يا كيتشي، يدور على امه يا خلاص، عايز يرضع. وده شبه كيتشي خالص 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 خالص، شبهك يا كيتشي. ده شبه ابوه. لا ده مش شبه كيتشي، ده شبه ابوه بالظبط كده. يا جماعه. دي بنوته صغنطوطه حلوه ازاي، ابيض في مشمشي. دي شبه باباها، لون باباها على فكره كان ابيض في مشمشي كده. بصوا سكره خالص. يا خلاص بصوا كيتشي قعدت على ابنها، خافت على ابنها مني، قعدت عليه. اوريكم بص عامله ايه. ايه ده دلابي ولا دلابك؟ لا خلاص هو بقى دولاب كيتشي، دولاب مين يا حبيبي؟ بقى السرير كيتشي، دولابك بقى السرير كيتشي. احنا فرشنا لها ملايه عشان تنام براحتها هي وعيالها. اوعي يا جوجي والنبي، جوجي انت بتعملي ايه؟ جوجي لا حرام بترضع. ماشي بصي هعدلها، بعدلها كده. ايوه طب هحط دول كده، وده اللي هي مفعصاه. تعالى يا ابني. حرام عليكي، حرام عليكي سيبيها. هي جايبه اتنين، واحد شبه باباه وواحد شبهها. الرمادي شبهها والتانية شبه باباها. ايه كتكوتي، بتبصي لي بلقمه ايه، متغاظه مني. انتي بتعملي ايه في عيالي؟ اخرجي يا بت بره دولابنا يا بت. دولابنا مين؟ دولاب جوجي. اخرجي بره دولاب جوجي بقططك بعيالك كده بره. احتلتي الدولاب بعد اذنك. طيب طب بعد اذنك، يعني انا بكل ما اطلع العيال دي بره تاخدهم ببقها وتدخلهم جوه. انا مش عارفه اعمل ايه يا جماعه. طب في حاجه حلوه تخليها تطلع. ايه هي؟ عقاب. ايه هي نعاقبها ازاي؟ هاخدهم منها. لا حرام حرام، لا. هسيب لها. بص اللي شبه ابوه اللي هناك اللي نايم على رجليها دوت. يا اختي بصي شبه ابوه، ماشي بصي كل شويه ده ما بتحبهوش. مش عارفه ليه ما بتحبش اللي شبه ابوه ده ما خالص. ترضاش ترضعها اصلا. طب بترضعي بت، بس امك هي رضعي عشان هي بتدور، قاعد بيدوروا ان هم يرضعوا من امهم. هم قاعدين يدوروا ده إن ما هم بتحبهوش، ولو ليه؟ هما الاتنين بره بتاخد دوت وتسيب ده. مهتميه باللي هو لونه رمادي اللي شبهها قوي. هما بنتين يا جماعه، احنا نسميها ايه بقى؟ انا هسمي. تسمي ايه؟ بندقة. اني واحده فيها بندقه؟ لون كيتي. الرمادي بندقه؟ لا اللي لون كيتي. ما هو الرمادي. ماشي. الرمادي ده بندقه ماشي. التانية التانية انا اسميها. لا لا هتسميها ايه طيب؟ اسمه ايه دوت؟ روفان. لا سعدية روفان او مرزوق عشان تجيبي السعد. روفان. بندقة وروفان. طب شو دي لا روفان لا، انا مش هجيبني روفان. ليه؟ لا ده ليه؟ ده كان طير من طيور الجنة. ما لا حرام نسمي بيه قطة حرام، فاحنا نسميها ايه؟ سعدية. انا مش عايزة اسمي سعدية. لا انا هسمي سعدية. وانا مش عايزة اسمي سعدية. سعدية ومرزوقة. لا يا جماعة انا هسمي اللي هي لونها رمادي سعدية، والتانية مرزوقة. لا اما انت عايزة اسمي ايه؟ نيلي. شيرين. انت اتدلعي. طب خلاص اما يكبروا شويه نتفق ماشي. لا اما عشان ما يكبروا شكلهم ما اصحابي يتغير. بيسالوني اسمهم ايه، اساميهم ايه، وانا بقول لهم مالهمش. انا خلاص هسمي بقى سعديه. لا ماليش دعوه. خلاص. بندقة قصدي. ومناكيش. هما بنتين. بندقة ومناكيش. ايه مناكيش دي؟ لا ماليش دعوه. مناكيش. لا انا بولسي كل واحد يسمي اللي عاجباه. انت عاجبك اللي لونها رمادي؟ هتسميها ايه؟ مناكيش. خلاص ماليش دعوه بيكي انا بقى. لا خلاص هسميها بندقة. لا بصي لا بجد هنسميها سعديه ومرزوقه عشان الاسامي دي
بيجيب السعد والرزق في البيت. القطط لما بيبقى اسمها سعدية ومرزوقة مش وفرحانة كانوا جابوا كمان. 4 كل واحد سمى 2. لا خلاص انا اسميه سعدية ومرزوقة. موافقة يا جوجو؟ يا خلاصي بيرضعوا من مامتهم. بصوا يا جماعة، بصوا المنظر. استنى اوريكم. يا خلاصي ماما تعبانة وعايزة تنام خالص، هما قاعدين يرضعوا. يا جماعة قولوا لي ايه الحل، انا عايزة اطلعهم من الدولاب، مش عارفة. يا جماعة ما تنسوش تحطوا لايك عشان نصور لكم فيديوهات كتيرة وندعمكم بفيديوهاتنا. استني بس. انا داليا ودي بنوتي جوجي ودي قناتنا استني. داليا وجوجي. استنى ليه؟ بندق. هسمي بندق. هما بنتين خلاص. بندقة. انا سميت سعدية ومرزوقة. بندقة أم؟ ماشي. أم؟ ومناكيش. جودي لما يكبروا يا حبيبة قلبي. لا انا هسميهم دلوقتي. طب نقول للناس حطوا لايك متنسوش تحطوا لايك. لايك. باي باي. بندقة ومناكيش. سيبكم الست